السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واجمل اخوات؟ يا رب تكونوا بخير. مفيش احلى ولا اجمل من ريحة المخبوزات في البيت، وعملنا اكتر من وصفة على القناة، وان شاء الله تنال رضا حضراتكم بطرق سهلة وبسيطة تناسب كل ست بيت. هسيب لكم لينكات الفيديوهات دي في صندوق الوصف. اما عن وصفة النهارده، هنحضر القرص بالسمسم والسكر. مش هقول لكم بطريقة المحلات، لا والله احلى من قرص المحلات. الوصفة بسيطة فوق ما تتخيلوا، وطعمها تحفة. قرص هشة وطرية وطعمها فوق الوصف. متأكدة اللي مجربش القرص بطريقتي دي فاتوا كتير. حاجه كده ما تتوصفش، بيسموها في المخابز قشطه، وهي فعلا قشطه. يلا بينا انزلوا تحت الفيديو واعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس على الكل، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه في طبق كده حطيت معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وعليهم معلقه صغيره من السكر وشويه ميه دافيين صغيرين، وقلبتهم كده وهركنهم على جنب لغايه لما الخميره تشتغل. وبعد كده هجيب كوبايه ونص من الحليب الدافي واحط عليهم ربع كوبايه من السكر واقلبهم كويس لغايه السكر ما يدوب معايا. هنجيب الطبق اللي هنعجن فيه ونحط فيه نص كيلو من الدقيق، وهنحط عليه نص كوبايه من الزيت وهنقلب كويس. الطبق ده اللي احنا هنشتغل فيه او اللي احنا هنعجن فيه. وما ننساش طبعا نص معلقه صغيره من الملح حطيناها على الدقيق. وزي ما احنا متعودين المقادير كلها تلاقوها مكتوبه في صندوق الوصف. كمان معايا هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، حطيتها كده على خليط الدقيق والزيت، وبكمل تقليب زي ما انتم شايفين. لما اتاكدت كده ان كل الزيت والدقيق اتغلفوا كويس، بجيب الخميره بتاعتي بعد ما نفشت كده وكبرت واتاكدت ان الخميره شغاله، بنزل بيها كده على الدقيق بتاعي. وكمان اللبن الدافي او الحليب الدافي اللي احنا مدوبين فيه ربع كوبايه من السكر، نزلت بيه كده على العجينه وابدا اعجن. وزي ما احنا متعودين مش بننزل بكل السوائل مره واحده، بننزل بيها شويه بشويه علشان العجينه ما تبوظش معانا. عجينه القشطه بتكون طريه كده، مش بتكون ناشفه، بتكون طريه، بس انا مش عايزاها تطرى معايا بزياده، فبننزل بكميه سوائل شويه بشويه. بنعجن بقى القرص بتاعتنا كويس جدا، شويه عافيه كده حلوين، وبنعجن العجينه لمده حوالي 5 دقائق. كل ما عجننا العجينه كويس كل ما طلعت هشه كده وفلافي، وكمان طعمها بيكون حلو جدا بالشكل ده. اول العجينه ما اتاكدت اللي هي خدت العجن المظبوط بتاعها، بتدينا الشكل والقوام ده. شكلها بيكون عامل زي الملبن كده في ايدينا. بلم العجينه كده وبنسيبها في البوله تتخمر. وطبعا التخمير ده بيكون في مكان دافي علشان ما تاخدش معانا وقت كتير في التخمير، وتكون المسام بتاعتها كبيره. بنغطي عليها كده بكيس وفوطه مطبخ نضيفه وبنركنها على جنب. مده التخمير قد ايه لغايه ما تضاعف حجم العجينه؟ طبعا بيختلف من مكان لتاني على حسب درجه الحراره. بنجهز الحشوه بتاعتنا وفي طبقين كده. بحتاج في كل طبق 4 معالق من السكر. حطيت في اول طبق معلقه كده صغيره من الدقيق، وتاني طبق حطيت معلقه صغيره من القرفه. بقلب الدقيق مع السكر، وكمان الطبق التاني بقلب القرفه مع السكر كويس. الطبق اللي فيه قرفه بنزل فيه بحوالي معلقه اكل كبيره كده من الميه، وبقلب كويس لغايه ما يوصل معايا بالشكل ده عامل زي رمل البحر المندي. بركن الحشو على جنب، ودي العجينه بتاعتنا. ما شاء الله ضاعف الحجم بتاعها وشكلها وملمسها حلو جدا. العجينه طريه وهشه، وان شاء الله هتطلع معانا نتيجه هايله جدا. بننزل العجينه بتاعتنا على سطح العمل، ان كان الرخامه او الطبليه او اي حاجه، بننزلها كده وبنبدا ان احنا نعملها رول كده طويل علشان نقطعها قطع صغيره. تقدروا تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه، لكن انا بحب القرصه تكون حجمها صغير كده، بتاخد معايا كميه وقت قليل في الفرن، وكمان بتطلع طريه وهشه واحسن من القرص الكبير. العجينه بتاعتي اخدت معايا كل كميه السوائل اللي هي كوبايه ونص من الحليب. وزي ما قلنا بيختلف من عجينه للتانيه. القرص بالسمسم اللي بنشتريها من المخابز بيكونوا عاجنينها بالميه مش بالحليب او اللبن زي احنا ما عاملين. فتقدري تعجني العجينه بتاعتك بميه بس، او ميه وحليب، او كمان تقدري تستعملي الحليب البودر على كميه الميه هي كوبايه ونص من الميه. بس طبعا عشان احنا عاملين حاجه لاولادنا فبنحط لها الحليب عشان نزودها قيمه غذائيه اكتر. بعد ما بنقطع العجينه بنبدا نعملها لكور كده صغيره قد حجم البيضه الصغيره بالشكل ده. بنسيب القرص بتاعتنا دي او العجينه بتاعتنا ترتاح كمان حوالي 10 دقائق قبل ما نبدا شغل فيه. وبنيجي كده على اول قرصه احنا قطعناها ونبدا شغل على طول. بنفردها كده شويه صغيرين. العجينه ما شاء الله زي الملبن بتتفرد بايدينا، مش محتاجين لا نشابه ولا اي حاجه. مفيش اسهل ولا ابسط من ان احنا نعمل المخبوزات اللي بنشتريها من بره في البيت. اسعارها بقت غاليه جدا، وكمان تقدري تعمليها في البيت انضف واوفر، وطعمها بيكون احسن كمان من بتاعه المخابز. بنحشي كده بالسكر والدقيق او السكر والقرفه. السكر والدقيق بيسيح في قلب القرصه كده، وبيدينا بيعمل كده قوام زي قوام الملبن، كاننا حشينا ملبن بالظبط. بنقفل كويس علشان السكر بتاعنا ما يطلعش من القرصه وهي بتخمر ويتحرق كده في ارضيه الصينيه. طبعا كل ما كانت العجينه لينه كل ما لزقت معايا وما فتحتش معايا، وهي بتخمر استحاله تفتح طالما هي لينه. يبقى اهم حاجه ان احنا العجينه تكون لينه وطريه كده وزي الملبن معانا. بنحشي كمان واحده معاكم بالقرفه بالشكل ده. وزي ما قلت لكم هسيب لكم المقادير وطريقه التسويه وكمان درجه الحراره، وهسيب لكم وصفات حلوه كتير في صندوق الوصف تحت. عنوان الفيديو كان بابن اسامه، تضغطوا عليه هتتفتح لكم الملفات. شويه وصفات حلوين جدا ينفعونا في الشتاء والرحلات، وكمان في اوقات كتير جدا في السنه. بعد ما خلصت القرص بتاعتي بجيب كده نص كوبايه من السمسم، وبحط عليهم معلقتين كده من السكر وبقلبهم كويس. ودي الطبقه اللي هنحطها على وش القرص. تقدروا توصلوا للمرحله اللي احنا عملناها من غير ما نحط السمسم وتخبزوا القرص وتكملوا باقي الخطوات من غير ما نحط السمسم على وش القرص، لكن لو حابينها بالسكر وسمسم من على الوش فبنعمل كده. دي القرص بتاعتي ببل ايدي كده بسيط بالميه، وابدا ان انا اطبطب كده على وش القرص علشان تكون مبلوله كده حاجه بسيطه. بعد كده بحط القرصه في السمسم والسكر وبضغط عليها بايدي بس، خلصت القرصه. كمان واحده. طبعا انا بليت كده كل القرص من الوش بتاعهم، لما بليت ايدي بالميه ومشيت على القرص كده طبطبت كده عليهم حاجه بسيطه، فبجيب القرصه وبنزلها كده في السكر والسمسم وبضغطه بسيطه بايديا وخلص الكلام. بنرص القرص بتاعتنا في الصواني اللي هندخلها الفرن او الصاج اللي هندخله الفرن. يعني القرص مش بتتنقل بقى بعد المرحله دي، ما ينفعش نحركها ولا نشيلها من مكانها. بنحطها كده في نفس الصواني اللي هنخبزهم فيه. بنغطي عليهم لغايه لما يتضاعف الحجم بتاعهم، يعني حوالي تلت ساعه، ما تكتروش عليه. بيكونوا معايا بالشكل ده. وزي ما كل مره بقول لكم 90% من نجاح اي وصفه وخصوصا المخبوزات بيتوقف على درجه التسويه او الخبز بتاعها في الفرن. فهنتكلم شويه عن خبز القرص بتاعتنا. مبدئيا كده القرص بتاعتنا بندخلها على فرن ساخن في الرف الاوسط على درجه حراره 200. النار بتكون من تحت بس، وهي بتاخد لون دهبي خفيف من فوق. لو ما خدتش اللون اللي احنا عايزينه بنفتح لها شويه حاجه بسيطه خالص. دي شكل القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن.
طبعا كل فرن بيختلف من التاني في التسويه وكمان في درجه الحراره، فاحنا بنقلب كده صاج او صينيه من وقت للتاني في الفرن علشان تاخد نفس اللون من تحت وكمان من فوق. شايفين ما شاء الله حاجه كده تفرح القلب. وما شاء الله ما فتحتش معانا، لان زي ما قلت لكم السر اللي بيخلي القرص ما تفتحش معانا هي العجينه الطريه، وكمان كميه العجن او وقت العجن اللي بنعجن فيه العجينه. بعد ما بنطلعها من الفرن بيكون الوش بتاعها ناشف، حاجه بسيطه بنغطيها كده بفوطه مطبخ نظيفه وحوالي 5 دقايق بس، وبتكون معانا بالجمال والحلاوه دي. ريحتها كانت قلب البيت وكاننا فاتحين مخبز في البيت. حاجه كده تفرح القلب وترفع الراس، طعمها حلو جدا، هشه جدا، وكمان فيها كميه سكر يعني مغمسه نفسها، مش محتاجه ان احنا نغمسها او حتى ناخدها في اي حاجه. اللي مجربش القرص بالسمسم والقرفه بالطريقه دي فايته كتير جدا. جربوها يا جماعه على ضمانتي، طعمها حلو جدا وكمان شكلها حلو جدا، ومن غير بيض ولا زبادي ولا سمنه ولا زبده، وطعمها فوق الوصف. هفتح معاكم واحده. شايفين الجمال والحلاوه؟ بصراحه الكلام عاجز عن وصف القرص بتاعتنا.